الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إن من أعظم صفات المؤمنين وأخص خصائص المقربين وأكبر منازل السائرين الرضا عن الله رب العالمين، فمن امتلأ قلبه بالرضا ذاق حلاوة الإيمان وبرد العيش. روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ولذا يقول بعض السلف: الرضا بالله الرضا باب الله الأعظم، أي أعظم الأبواب الموصلة إلى الله والتي تدخل العبد على ربه جل وعلا. ويكون الرضا عن الله في أمرين: الأمر الأول الرضا عن الله في أقداره التي يجريها على العبد، ولذا جاء في الحديث: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأعظم ما يكون الرضا في الأقدار المؤلمة وعند الصدمة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فتجد المؤمن راض عن الله في أقداره وإن كانت مؤلمة له. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى عنه. فتجد المؤمن راض عن الله في المصائب والابتلاءات من المرض والفقد والفقر وغير ذلك. وأما الجانب الثاني من جوانب الرضا عن الله في شرعه وحكمه وأمره ونهيه. فتجد المؤمن راض عن الله في شرعه منقادا لأمره مجتنبا لنهيه راضيا بحكمه، فلا يعارضه بهوى ولا شبهة ولا شهوة. فلا يثبت على قدم العبودية إلا من كان راضيا بالله وعن الله. فهل حقيقة نحن حققنا الرضا عن الله؟ وهل نحن راضين بأقدار الله، راضين بشرعه تصديقا وامتثالا؟ جعلنا الله وإياكم من الراضين عن الله الذين رضوا عن الله ورضي عنهم ربهم سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.